مسّى مصرايم هنيه هو روخف على عاف قال وفى مصرايم وهيكتي مصرايم بمصرايم ويلحموا إيش بأخيو وإيش بريعو ونافقة رواخو مصرايم بكرو وسكارتي آتم مصرايم بيدا أدونيمي قاشية. مبدئيا كده أنا مش عايزك تتخض لأن اللي احنا قلناه ده كان جزء من سفر أشعياء في الإصحاح 19 واللي بيتكلم فيه عن مصر وعن نبوءة خراب مصر، ودي نبوءة من ضمن 66 نبوءة اللي كتبهم أشعياء. في الفيديو ده هنعرفكم إيه هو سفر أشعياء ومين هو أشعياء ومعنى كلمة أشعياء الرب يخلق، وأشعياء هو نبي من أنبياء بني إسرائيل ويعتبر من أهم الأنبياء في عهد بني إسرائيل. والنبي أشعياء عاش في القرن الثامن قبل الميلاد في مملكة يهوذا، ومملكة يهوذا هي أورشليم، وهو اللي تبنى في يهوذا أيام عزيا ويسام وأحاز وحسقيا اللي هم ملوك يهوذا. ويقال إن عاش أكتر من 80 سنة وفترة نبوءته 60 سنة. وفي سنة وفاة عزيا الملك سنة 740 قبل الميلاد شاف أشعياء رؤية بأنه شاف الله وسمع دعوة الله ليه علشان يعمل بالعمل النبوي. وزي ما قلنا إن نبوءات أشعياء 66 نبوءة، في منهم اللي اتحقق في زمانه فعلا. ومن ضمن النبوءات دي كان في نبوءات لمصر واشور ودمشق وجوش اللي هي السودان حاليا. وسفر اشعياء اتسمى بانجيل اشعياء وده لانه زاد عن جميع الانبياء بكثره نبوءاته عن المسيح من ناحيه ميلاده من العذراء، وقال يعطيكم السيد نفسه ايه العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل اي الله معنا. واكد اشعياء ساعتها انه من نسل داوود وانه هيعلن الحق للامم. ده غير ان اشعياء كتب نبوءاته قبل ميلاد المسيح ب 700 سنه. ده غير ان ما اتذكرش وقت محدد لموت اشعياء او مات ازاي، بس بعض الروايات بتقول انه مات على ايد الوثنيين لما الملك منسى امر بذبحه بمنشار خشبي بعد توبيخ اشعياء ليه، وكان منسى ساعتها اشر ملوك اسرائيل. ولان اشعياء كتب 66 نبوه وكان من ضمنها نبوءه لمصر، والجزء الاول منه اللي احنا قلناه في البدايه باللغه العبريه معناه انه تنبأ بيها بالخراب وجفاف النيل عن مصر، غير ظلم الحكام ليها، وان كمان الخراب هيعم بسبب بعد الناس عن الرب. اما بقى في الجزء الثاني اللي فيه البشرى واللي معناه بان الناس هترجع للرب وهيقدموا الذبايح وهينظروا للرب، كمان ان بعد ما الخراب هيضرب مصر الرب هيخلصهم منه بعد ما يرجعوا ليه. بص انا مش عايزك تفكر كتير وتقول الكلام ده حصل ولا ما حصل، هقول لك. لان النبوءه دي بالذات اكتر من تفسير، زي مثلا ما موجود في التاريخ ان الملك زوسر ملك الاسره الثالثه شاف رؤيه بجفاف النيل، وبحسب كلام العلماء بان الجفاف قعد 7 سنين، وبسبب اللي حصل من جفاف للنيل ما بقاش فيه زراعه ولا محاصيل ساعتها، اصل الدنيا جفت خالص. وساعتها الملك راح للكاهن الاكبر للاله خانوم، والاله خانوم هو اله النيل في العهد المصري القديم، وتضرع ساعتها للاله خانوم علشان يعرف سبب المجاعه. والكاهن الاكبر ساعتها شرح له وقال له ان كل اللي بيحصل ده بسبب بعد الناس عن الاله خانوم. طب ليه كل ده؟ لان في وقتها الناس بعدت عن الاله خانوم وبداوا ولا بقوا بيقدموا القرابين ولا بقوا بيعملوا حاجه، ده غير الاعتداءات اللي بقت بتحصل على النيل. وشرح له ووضح له وقال له ان كل الخراب اللي حصل هيبعد في حاله ان الناس ترجع للاله ويقدموا القرابين ويبعدوا عن الاعتداء على النيل. وفعلا الملك زوسر نفذ كلام الكاهن الاكبر وخلى كل الاراضي المحاطه بالنيل لخدمه خانوم نفسه، يعني كل الاراضي دي بقت تبع المعبد. وفعلا لما سمع كلام الكاهن واداهم الاراضي انتهت المجاعه. اما بقى الروايه الثانيه بتقول بان النبوءه دي اتحققت ايام سيدنا يوسف عليه السلام. طبعا كلنا عارفين باللي حصل ايام سيدنا يوسف، بان الملك شاف رؤيه ب7 سنين عجاف. الفترتين دول كانوا قبل بني اسرائيل اصلا. ده غير بقى ان في اقاويل تانية بتقول بان النبوءه دي لسه هتحصل في المستقبل، زي مثلا في عهد الدوله الفاطميه واللي حصل فيها اكتر من جفاف للنيل. بس اللي كان اشدهم جفاف حصل ايام الخليفه المستنصر بالله، وده اللي كان تقريبا سنه 457 هجريه، واللي اتسمت ساعتها بالشده المستنصريه. واللي حصل ساعتها ان الناس ما كانوش لاقيين ياكلوا، وصلوا المجاعه فعلا. ده وصل بيهم الحال ان بقوا بياكلوا لحوم الحيوانات الميته، اي حاجه ميته كانوا بياكلوها. ويقال ان وصل بيهم الحال ان كانوا ممكن ياكلوا لحوم البشر والعياذ بالله. ده غير ان في الفتره دي حصل خراب على البلاد اصلا وانتشر الوباء 7 سنين، ويقال ان النبوءه اتحققت في الفتره دي. ده غير برضو اللي فاكر ان في الفتره الاشوريه حصل برضو جفاف للنيل ومجاعه. والفتره الاشوريه دي بقى بالذات دي اللي عاش فيها اشعياء نفسه. فترات كتير مرت على البلد باكتر من واقعه، حتى القران ما ذكرش ان هيحصل خراب على مصر. كده خلصنا نبوءه اشعياء الاصحاح 19 اللي اتكلم فيها عن مصر. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتشيروا الفيديو وتقولوا لي رايكم في الكومنتات، ولو حابين نتكلم في اي فيديو تاني اكتبوا لي في التعليقات.